أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فيليون نحو قبة البرلمان. ضيفة حلقتي لهذا اليوم المرشحة الفيلية الأستاذة عاصفة عباس قادر. مرحبا بك أستاذتنا أهلا العزيزة. وسهلا. بالبداية خلينا نعرف المشاهدين عن السيدة عاصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عاصفة عباس قادر، مرشحة عن حركة حقوق، محافظة بغداد، رقم القائمة 251 تسلسل 12. ست عاصفة، هاي التجربة والسباق الانتخابي مو التجربة الأولى لحضرتك، سابقا أيضا نعم. يعني قررت الترشيح وخضتي السباق الانتخابي وتجربة الانتخابات. شنو اللي اختلف ما بين التجربتين اليوم من حيث الرؤية الانتخابية والبرنامج الانتخابي؟ طبعا التجربة السابقة كانت نظام الدوائر، نعم. الدوائر المتعددة، وكنت نازلة على الدائرة التاسعة. مهم. هذا يعني هاي الانتخابات هي نظام الدائرة الواحدة، إنه بغداد هي نعم. دائرة واحدة. الفرق انه بالدوائر يعني اني كتجربتي، يعني نعم، من وجهة من نظرك. وجهة نظري، نعم. انه الدائرة الواحدة فادتني انه ما تشتتت في بغداد كلها، يعني كان تركيزي على دائرة واحدة. نعم. يمكن الدائرة الواحدة كنت باليوم الواحد أزورها 3 مرات 4 مرات، يعني مهم. أروح وأجي عليها. اليوم نعم. الدائرة بغداد يعني بغداد مو صغيرة يعني. نعم. إذا أريد أفترها يعني راد لي شهر كامل، يلا يعني مناطقها كلها بالضبط، أروح لما لها. توصلين وتعلنين عن أروح برنامجك حتى إذا الانتخابي. رحت المنطقة ما نعم. واشتغلت بيها أو سويت لي ندوة بيها، يمكن بعد ما عندي مجال أرجع عليهم مرة ثانية. نعم. بينما بالدائرة الواحدة لا، كنت يعني أزور هاي المنطقة خلال الفترة الانتخابية، لا كنت أزورها 3 مرات 4 مرات. حاليا أنا في هذه الانتخابات حسبت نفسي أنه أنا على هذه الدائرة، نعم. لأنه صار عندي جمهور، مهم. صار التركيز أكثر صار على الدائرة تركيز التاسعة. أكثر، نعم. جمهور صار عندنا جمهور واقعي يعني بهذه المنطقة. عرفوني الناس، يعني من طرحت نفسي مرة ثانية ما كانت عندي صعوبة. الناس رحبوا بينا، نعم. ويعني أبدوا أنه التعاون بالعمل مرة ثانية معنا. إذا الدوائر المتعددة كان أفضل للمرشح برأيك من ناحية من ناحية الجهد المبذول بالفعل. والتركيز على الناخبين بالفعل. وعرض البرنامج الانتخابي، لكن من ناحية النتائج برأيك هل راح تكون الدوائر المتعددة أفضل أو القانون الحالي بدائرة واحدة أفضل؟ لا، بالنتائج لا. ليش بالاخص احنا كنساء؟ نعم. لان كان عندنا في الدائره الواحده امراه واحده فقط، يعني مهم. الرجال كانوا اكو دوائر 3 رجال يصعدون، اكو دوائر رجال 2، نعم. واكو دوائر 4، يعني الدوائر الكبيره. بس للمراه سواء كانت الدائره كبيره او صغيره، هي حصتها يعني التنافس كان اصعب. نعم. بينما في هذه قانون سانتليغو لا، تبقى على القائمة، هل نعم. تحقق العتبة الانتخابية فراح يكون اكو فرصة أكثر يعني. نعم، إذا الأهم هي النتائج، الواحد خليه أهمية يتعب. أكيد. بس إحنا هسه مثل ما قلت لك، يعني نعم. أنا بالنسبة إلي ما غيرت النظام، لأنه المنطقة اللي أنا مركزة عليها كثافة سكانية. نعم. إحنا دائما نقول الأصوات تجي من المناطق الفقيرة. اليوم عندك المناطق يعني نقول المناطق المترفة الراقية خلينا نقول. المترفة، نعم. هذا ما عنده دافع للانتخابات صراحة يعني. مهم. بيوم الانتخابات هو ومزاجه، نعم. يا إما يطلع أو لا، تاخذ النوم ويقول لك يلا اليوم خلينا ناخذها كسلة، واليوم احنا قاعدين نعم. بالبيت، واليوم يعني يعتبر. فبينما المناطق الفقيرة أو المناطق المعدمة اللي محتاجة إلى خدمات وهي، نعم. لها حماس أكثر من هذه المناطق. ليش؟ يحاول يغير من واقع الحال العايش به. بالفعل نعم. نعم. التغيير هو اللي يخليه يطلع للانتخابات. نعم. ست عاصفة، حضرتك خريجة بكالوريوس نعم. شريعة شريعة. كلية العلوم الإسلامية، نعم. وأيضا حاصلة على الدبلوم في الإدارة. إدارة. نعم. اختلاف بيناتهم شهادة. بالفعل. طبعا شهادتي الأولى الدبلوم هذه كان في زمن قبل 2003، قبل زمن النظام 2003. السابق. أي نعم. نعم، في النظام السابق. شهادتي كونك الحالي فعلية كنتم محددين بكليات مو معينة بس محددين، يعني كان الوضع العام يعني ما نعم. يسمح انه يعني كان يحكمنا الانسيابيه نعم. وهذه الامور. بعد 2003 و
يعني أنا كنت من المهاجرين إلى الجمهورية الإسلامية في نعم. وقتها. هناك دخلت إلى حوزة الشهيدة بنت الهدى للدراسات الإسلامية. نعم. أخذت يعني تقريبا وصلت للترم الرابع وصار السقوط ورجعنا. فحبيت انه يعني شفت انه من دخلت حوزه الشهيده بنت الهدى شفت انه احنا عندنا في زمن صدام كان مغلق الدين، يعني ما كنا نعرف ديننا صراحه، يعني ماكو مثل هسه. يعني الحمد لله وشكر هسه فضائيات تسولف، المنابر تحكي. هناك كان ما موجود. نعم. يعني اللي يروح للجامع الحسينية دا يروح لها مرة مرتين يصير عليها حكم ويروح بيها. يعني هو اسم حسينية علامة عليها استفهام بحد استفهام. ذاته. فمن رحنا هناك درست بالدراسات الإسلامية شفت انه احنا عندنا، يعني إذا كان عندك شهادة عليا بس عندك جهل في قضية أخرى اللي هو كان اللي هو أساس حياتنا اللي هو الدين المهم. فمن رجعت بعد السقوط رجعنا للعراق، كملت الدراسة اختاريت الشريعة بالأخص، لأن اليوم كل شيء مبني على الشريعة. حتى القانون يستمد روحه من الشريعة بالضبط. يعني هي تحدد حياتنا كلها. نعم. فتخصصت بهذا الجانب وشفته يعني كلش فادني يعني. واليوم أنا حتى بعملي الانتخابي والتشريعي أعرف واجباتي، أعرف مالية وعلي. وقبل الانتخابات أيضا كان هذا دافع لحضرتك أنه تكونين ناشطة في المجتمع، وأيضا الساهمين بالدعم اللوجستي لأبناء الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية بالتصدي لداعش. حدثيني عن هاي التجربة. هذه التجربة طبعا هذه التجربة جاءت احنا في يوم الفتوى من دخل داعش إلى العراق. كان العراق على شفا حفرة. الحمد لله المرجعية من أنطت الفتوى في يومها. صراحة كان هذا يوم مميز عندي. نعم. بهذا اليوم أنا عندي أولاد 3. بهذا اليوم من شفت الفتوى صارت كان لازم ناخذ قرار إنه هل إحنا شنو راح يكون واجبنا. أنا كامرأة قرأت الفتوى إنه مو فقط للرجل كانت أيضا للمرأة. يعني أكو جزء منها للمرأة، على الأم أن تساند ابنها، على الزوجة أن تساند زوجها، يعني السيد وجه لنا إنه أيضا. فكان واجبي إنه لازم أشارك. صراحة في يومها يعني أنا وزوجي تناقشنا في هذا الأمر إنه فتوى صدرت. نعم. واضحة وصريحة. نعم. هو صراحة هو قال لي أنا راح أترك الخيار إلك. قلت له شلون؟ قال أنت أم. نعم. وانت راح يعني حتى في زمن الرسول من كانوا يلتحقون بالرسول كان يسألهم هل لك في زمن الجهاد والمعارك هل لك أم؟ هل لك لازم ترجع لها. نعم. يعني فمن شفت انه اني صاحبة القرار بيني وبين نفسي لا شفت انه بلدي يستحق. اليوم اني اذا اني قعدت اولادي وغيري من النساء هم قعدت اولادها كان منو يطلع؟ لو أنا مجبنة أولادي هم كانوا يقعدون. فأخذت القرار إنه لازم نضحي. نعم. بنفس اليوم للمغرب هميت بأولادي 2 إنه يطلعون يتطوعون ويروحون وراهم بشهر أبوهم التحق. نعم. فالبيت خلة. يعني أنا ظليت أنا وبنتي وابني صغير. المسؤولية فمن كانوا يروحون للجبهات شنت أقول لهم أنتوا لا تفكرون بالبيت، هذا واجبي يعني ما لكم علاقة، ولا تفكرون أي نقص يصير بالبيت أنا أسده. أنتوا اليوم عندكم مسؤولية وعندكم قضية وتكليف شرعي. يعني حتى ابني بوقتها قال من قلت لهم قوموا تطوعوا سألني قال لي ماما أنت يعني إذا نتأخر 5 دقائق برا تقومين ترجفين علينا راح تدزينا حرب، عندك قلب وتدزينا حرب. نعم. قلت له هاي غير هاي. اليوم احنا البلد يستحق والعراق يستحق التضحية صراحة. فالحمد لله وشكرهم من التحقوا وشفت انه اني هذا مو دوري بس انه دزيت اولادي وزوجي. فكرت في انه نعطي عطاء اكثر. نعم. فكان هذا العطاء انه سوينا انا ومجموعة من صديقاتي سوينا شلون مثل الجروب بيناتنا انه ندعم. كان بالبداية الفتوى الحشد استمر وصمد بالدعم اللوجستي.
لأن ما كان عنده مهم. يعني حتى تخصيصات من الحكومة نعم. ماكو إنه حتى يعطوهم نعم. أكل أو شرب أو تجهيزات في البداية تجهيزات كانت متلكئة. أصلا، نعم. يعني حتى السلاح هماتين. فسوينا هذا الجروب بيناتنا، احنا كنا موظفات. نعم. اشتركنا انه من رواتبنا من هذه نجمع. سويناها. شنو اللي نقدمه؟ مرة كنا نطبخ، مرة كنا نسوي خبز، مرة كليتشة، مرة هذه الأمور. نعم. مرة كنا نشتري، يعني إذا نسأل شنو اللي محتاجينه. يعني حتى وصلت مرحلة مرة اشترينا طلق، رادوا من عندنا طلق، قالوا نعم. احنا نريد طلقات، فالفلوس اللي جمعناها رحنا اشترينا بهم سلاح لهم. نعم. الصديقات كانوا يخافون انه يطلعون للجبهات. مهم. انا بالنسبه لي قلت لهم انا ما اخاف، عندي 3 بالنار، نعم. فكلش عادي عندي. فكان اي دعم لوجستي يطلع للجبهه يعني من الفصائل اتفق وياهم واطلع وياهم. فالحمد لله والشكر، يعني كان نقول كان لنا نصيب بهذا الجهد. وهذا الشيء لمسته يعني من كنت اروح. مهم. يعني مره من المرات كانت قرمه الفلوجه استوهمت تحررت. نعم. رحنا دعم لوجستي. يعني هذا المنظر ما انساه. اول ما طبينا للقاطع تلقاني ولد شاب عمره بعمر ابني محمد. اول ما طب قال خاله صار لي 3 اشهر انا ما شايف امي، مهم. بس من طبيت كانما امي طبت. نعم. حسيت انه ايش قد انه مهم. آه، نعم. تأثير تاثير. وأهمية ودور. يعني نعم. هذا انطاهم حافز اكثر، يعني نعم. انه يبقى، انه اليوم انا من وصلت لهذا المكان يعني معناته مو هم وحدهم، احنا كليتنا وياهم. نعم. فكان هذا الدافع انطاني دافع اكثر انه اروح اظل مستمره على هذا الشيء. فالحمد لله والشكر، يعني قلت لك كان ان هذا النصيب مهم. من هذا الشيء، الحمد لله والشكر. واليوم ما اكتفيتي فقط أنه تكونين سند وعون للقوات المقاتلة حشد أو بقية الصنوف الأمنية في وقت المحنة والشدة، اليوم تحاولين أيضا تأدين دورك الشرعي تجاه بلدك وحرصك على البلد والمواطن، وأيضا دورك كمواطنة تجاه الوطن من خلال الدخول بالسباق الانتخابي ومحاولة المشاركة بتشريع قوانين تخدم البلد والمواطن. اكيد طبعا، واحنا هذا تكليفنا، يعني اليوم نعم. التكليف يتحتم علينا انه نتصدى لهذا الامر. واني كامراه يعني اشوف انه المراه قادره على العطاء. بالتأكيد راح نتناول محاور أكثر ضمن سياق الحلقة تتحدث عن رؤيتك الانتخابية وأيضا النظرة السياسية اللي تمتلكها السيدة عاصفة مرشحة حركة حقوق عن محافظة بغداد. لكن بعد هذا الفاصل خليكم ويانا. من بعد الفاصل نجدد الترحيب بكم أعزائنا المشاهدين، وأيضا أجدد الترحيب بضيفتي المرشحة الفعلية عن محافظة بغداد ضمن قائمة حركة حقوق 251 السيدة عاصفة عباس قادر. خلينا نذكر المشاهدين بتسلسل ضمن القائمة. تسلسل 12 251 تسلسل 12 251. ست عاصفة، كونك من عائلة مجاهدة ينتمي أبنائها للحشد الشعبي المقدس، هذا بالتأكيد راح يكون له تأثير ورؤية معينة ضمن برنامجك الانتخابي. فيعني شنو اللي في ذهنك وفي سعيك الانتخابي والسياسي ممكن أن تحققيه فيما يختص بالحشد الشعبي؟ طبعا أكيد إحنا الحشد الشعبي يعني صراحة العراق هو احتيا بالحشد الشعبي. نعم. في يوم ما كان لو ما الحشد كان العراق راح فعلا. فاليوم هاي الفئة بالذات يعني اللي أنطت أعز ما تملك. يعني اليوم احنا انطينا شهداء، انطينا جرحى، عندنا جرحى يسمونه بالحي الشهيد، الشهيد الحي اللي بيهم فقد أطرافه أو تعوق، نسبة عجز كبيرة صارت نعم. عنده. للأسف يعني أنا أقول إحنا كان أملنا بإقرار قانون الحشد الشعبي هاي الدورة اللي كانت حالية، لكن احنا نعرف الضغوطات السياسية اللي صارت اللي حالت دون تشريع قانون الحشد الشعبي.
واللي ترحل رسميا إلى البرلمان القادم، اللي إن شاء الله إذا صعدنا راح تكون مهمتنا إن شاء الله، ومهمتنا اللي الأساسية، ويمكن أول قضية نتبناها هي قضية إقرار القانون يعني. نعم. لأن بهذا القانون هي حماية للحشد من دعوات الحل. اليوم عندنا دعوات كثيرة لحل الحشد الشعبي. نعم. للأسف بعض الكتل اتخذت برنامجها الانتخابي بحل الحشد الشعبي. نعم. احنا هذه يعني حتى نخلص من هاي التجاذبات ومن هذا ماكو حل إلا بإقرار قانون الحشد طبعا. فإن شاء الله راح يكون لنا يعني وقفة وإصرار على هذا القانون، لأن بها حقوق. اليوم هذا المجاهد اللي بهم هم أكثرهم شباب كانوا. نعم. اللي ضيع مثل ما نقول ضيع زهرة شبابه في معترك قتالي، معترك عسكري. نعم. ونشوف اليوم ما يملك شبر، هذا يحز بينا يعني. فيعني هذه الأمور إن شاء الله راح تكون من الأولويات مالتنا إن شاء الله. يعني واضح للجميع أنه أمريكا كان لها دور جدا كبير بالضغط على بعض الكتل السياسية الموجودة حاليا، وحتى زعماء بعض الكتل من خارج المنظومة البرلمانية، في سبيل أنه يعني يصدرون قرار ضد الحشد الشعبي. ما استطاعوا هذا الشيء، لأن الكلمة العراقية الحقيقية الصادقة الوطنية موجودة. ذهبوا إلى أضعف الإيمان، محاولة عدم إقرار قانون الحشد الشعبي، أو محاولة هيكلة الحشد الشعبي، تذويبة، تمييعه بشتى الطرق، ما قدروا. اليوم دور الولايات المتحدة الأمريكية جدا سلبي بالعراق، واللاحظة أيضا فيما يختص بعملية المماطلة بتنفيذ قرار البرلمان العراقي وقرار حتى الحكومة العراقية بانسحاب القوات الأمريكية وجدولة انسحابها بفترات زمنية معينة، ويعني مصادق عليها باتفاق الطرفين. لكن مع ذلك نلاحظ أنه أمريكا ما تنفذ الاتفاق. أكيد ما تنفذ الاتفاق. اليوم إحنا ليش محتاجين إلى الدورة الجاية برلمان قوي؟ نعم. اليوم أمريكا صراحة هي تسوي ورقة ضغط على العراق. اليوم عندك بعد ما انكسار سوريا يعني نقول الحكم راح. نعم. نشوف الوضع السوري تخربط يعني صراحة، وإسرائيل دخلت بنص سوريا. نعم. هم هذا المخطط اللي من الحلم الإسرائيلي اللي من الفرات إلى النيل بالضبط. يعني مفكرين أنه يعني هسه هي عراق عصية عليهم. نعم. اليوم العراق بشتى الطرق يحاولون أنه يدخلوها إلى دائرة التطبيع. نعم. ويعرفون كل الزين عراق اليوم إذا تطبع يعني معناته انتهت القضية يعني خلاص. بعد عندنا احنا قانون من البرلمان يمحي عملية التطبيع جملة وتفصيلا. ما نطبع احنا ولا نعترف بيها. نعم. بس انت ما تعرف المفاجآت اللي راح تصير يعني بالانتخابات، يعني احنا ما نعرف. نعم. فلذلك أمريكا اليوم هي ما عندها مواثيق. تتوقعين ممكن في يوم من الأيام يعني لهالدرجة توصل لبعض الكتل وبعض الجهات ممكن يريد يلغي قانون ويصدق على قانون حتى يطبقوا إسرائيل؟ لا أكيد احنا اللي هي قلت لك احنا اليوم القرار بيدنا. نعم. القرار بيدنا اليوم، بس احنا المرحلة الجاية مرحلة حاسمة جدا. وهذه الانتخابات ايضا انتخابات مفصلية. نعم. بالنسبة لنا، فما تعرف المفاجآت اللي راح تصير. نعم. امريكا لذلك امريكا متراهنة على هاي القضية، متراهنة على هذه. فليش احنا عندنا اليوم من نطلع ونثقف نحث على الذهاب الى الانتخابات. نعم. اليوم المقاطعة مو حل، لأن عندك أنت هذه المقاطعة هي تقليل من أصوات. نعم. مكون اليوم عندنا أغلبية وعندنا، فلازم أنت تحقق الأغلبية حتى يكون عندك قوة بالبرلمان. بالفعل. نعم. إذا هاي الأغلبية ما حققناها شلون راح يكون الوضع؟ فلذلك احنا يعني جهد الإمكان نحث المواطنين إنه لازم تروح. نعم. لازم تروح. اليوم الخدمات مو مشكلة، الخدمات تجي. نعم. تجي الخدمات، بس عندنا قضية أكبر.
عندنا قرارات مصيرية. نعم. قرارات مصيرية لازم يكون بيها فد يعني لمسة أو وقفة جادة وحقيقية. نعم. حتى هاي القرار من ضمنها هسه جدولة خروج القوات الأمريكية. من إيش وقت إحنا البرلمان صوت؟ أنا أريد أرجع على هاي النقطة. نعم. ونركز عليها. البرلمان من نعم. 2019 نعم. صوت على خروج القوات الأمريكية. نعم. ولحد الآن القوات الأمريكية برأيك شنو اللي يعيق التنفيذ؟ عدم وجود إرادة سياسية حقيقية، عدم وجود إرادة حكومية حقيقية؟ هسه هو الأمر متعلق بالبرلمان وإرادته، لو متعلق بالتنفيذ الحكومي. خب البرلمان أصدر قراره، أدى الواجب اللي عليه. نعم. وصوت على خروج القوات الأمريكية. نعم. بقى التنفيذ القوات الجهة المنفذة. نعم. المفروض تخضع لإرادة البرلمان. نعم. فصار عندنا يعني هي كلها أمور سياسية جايدة يعني شلون يتلاعبون بيها. فإحنا ليش نقول محتاجين إلى برلمان قوي وإلى حكومة أقوى. تتوقعين أمريكا راح تستجيب وتنسحب فعلا؟ خب إذا كان ضغط شعبي وضغط برلماني وضغط سياسي، خب أكيد يعني أمريكا يعني إيش كم سنة احتلت الفيتنام؟ نعم. آخر شيء طلعت لو ما طلعت 20 سنة وأكثر وطلعت. نعم. يعني أمريكا أفغانستان أيضا أفغانستان وطلعت. نعم. إحنا ليش نصور إنه مثل مقولة إنه إسرائيل الجيش الذي لا يهزم؟ مو كانوا هذه المقولة عندهم؟ نعم. آخرتها إسرائيل بالحرب 12 يوم إيش صار بيها؟ نعم. فهذه إحنا هذه مقولة إنه أمريكا قوية وأمريكا ما نقدر لها. لا، ليش؟ دائما إرادة الشعوب فوق الكل. زين، واللي يقول إحنا محتاجين وجود أمريكا عندنا، وأمريكا دولة ممكن نستفاد منها، ومن هاي الشعارات شنو ممكن نرد عليه؟ والله هذا ما عنده ثقة بقدرة بلده أو قدرة. اليوم العراق ترى ما عنده ثقة بنفسه أولا. نعم. العراق اسم ترى في يعني العراق اليوم احنا بنتكلم الى هيبته والى قوته والى اليوم. نعم. اني ليش يعني شنو اللي انطاني يا امريكا اكثر من اللي اخذه من عندي؟ بس احنا اوكي ما نعارض انه تكون عندنا علاقات متوازنه مع الجميع، مو مشكله، بس انا ما محتاج قوات عسكريه بارضي. انا ما اريد قرار سياسي نعم يملى علي. انا خلي تكون عندي هسويه كل الدول، خلي يصير عندي انفتاح. نعم. بس انت اليوم احنا تحت احتلال، يعني شئنا ام ابينا هي دخلت لنا بعنوان احتلال، ما دخلت بعنوان ثاني. فانا من داخل عندي بعنوان محتل، يعني شنو اللي اترجاه من عنده؟ اليوم كل القرارات هي بيدها. قبل كم سنه يعني من صارت الفوضى في الشارع بسبب اتفاقيه الصينيه. بالفعل بسبب الاتفاقيه الصينيه امريكا ما عجبها هذا الشيء. اذا إلها مثل ما اقول تحكمها بالشارع العراقي. فانا اليوم اذا هي طلعت ما راح يزدهر بلدي، ما راح اخلص من هاي الهيمنه. نعم. اخلص من هاي الهيمنه. ست عاصفة، في تصريح سابق لجنابك حذرتي من استغلال المال السياسي بالدعاية الانتخابية. هاي المخاوف هل لها اليوم ما يبررها؟ أكيد طبعا. اليوم المال السياسي صراحة نشوف البذخ اللي جاي يصير بالشارع. نعم. أكو بعض يعني مرشحين يعني صار فد مهرجان يعني وصل إلى حد الابتذال يعني بالأموال اللي جاية يصرفوها. طبعا هذه أيضا من أنا يعني أتصور إنه المفوضية شوية عندها نوع من القصور بهذا الجانب. لازم تسأل، يعني يكون عندها ضوابط. نعم. بالترشيح يعني، وبالأخص بالدعاية الانتخابية. من اكو هيجي بذل هذا راح ياثر عليه، من راح ياثر على صوت الناخب. نعم. هي حدد السقف للميزانيه الانتخابيه، لكن يبدو بدون رقابه. هوايه متجاوزيها. اكيد بنتجاوزيها، وهذا كلش يعني جاي ياثر ودا ياثر علينا ايضا. بس الحمد لله واشكر احنا كجمهور يعني اليوم عندك جمهور محب وجمهور مناصر. فهذا ما يتأثر بالدعاية أو ما يتأثر. أكو اليوم الجمهور وعى. نعم. يعني أغلب الجمهور وعى، بالعكس من دا يشوف هذا المرشح دا يبذل هذا السخاء الزائد بالشارع. نعم. يعرف إنه هو هذا منين جابه. زين باكر عقبه من هذا يريد يرجع أو يريد يعوض، فإذا راح يكون يعني هو
شو نقول بمنطقهم هم يقول لك هذا فاسد. نعم نعم. قيمت التجربة البرلمانية الخامسة في لقاء مع جنابك وذكرتي أنه هي الدورة الأسوأ في تاريخ البرلمان العراقي من حيث الرقابة والتشريع. شنو السبب برأيك؟ صراحة هي هاي شوف احنا هذه الدورة اللي فاتت بدايتها كانت غير موفقة. بدايتها من طلعت النتائج الانتخابية نعم. وصار التزوير وصارت شبهة الآي وصار اعتصام بالشارع لمدة 3 أشهر وتأخرت نعم. الحكومة، تأخرت أكثر تقريبا 6 أشهر احنا ما بدون حكومة. نعم. يعني حتى دخلنا بالفراغ الدستوري ودخلنا وهذه، فكانت نتائجها أنه حكومة مو قوية لأن ما بني على باطل، فهو يعني احنا ما نقول باطل، نقول بس مو بقوة. نعم. كانت حكومة مبنية على قوة، فلذلك نشوف أنه نتائجها أثرت على الشارع، أثرت على الوضع كله. بالبرلمان ما شفنا هاي الدورة كلها، ما شفنا لنا وزير السجون، ما شفنا لنا صفقة القرن اللي كشفوا عنها. وين راحت؟ المتهمين بها وينهم؟ سرقة القرن، سرقة الأمانات الضريبية. وين راحوا؟ وين يعني بس مجرد انه كشفوا عنهم وراها فترة تم الافراج عنهم، استرد الاموال رجعت، الشعب كله هذا يخفي عنه. ما يعرف. فكانت يعني دورة شلون يحسبوا لها ايام وتخلص وعدوها. ممكن أن يفتح ما كانت قوية نهائيا، ما توفقوا. ممكن أن يفتح ملف سرقة القرن مرة أخرى بالدورة البرلمانية القادمة. ليش لا؟ لأن هذه أموال شعب. أموال الدولة، يعني مو ملكنا إحنا، ملك الشعب هذا. فاللي يعني أنا برأيي إنه يفتح ويحاسب من تستر عليه. طيب، شنو ببالك نقاط أيضا أخرى ضمن برنامجك الانتخابي ممكن أن يتم التصدي إليها خلال الدورة البرلمانية القادمة؟ صراحة إحنا هو عندنا برنامج انتخابي كامل، يعني من ضمنها خدماتي ومن ضمنها سياسي. فإحنا إذا نجي على الجانب الخدماتي، يعني الأمور اللي المعتادين عليها، إنه اليوم الشعب محتاج، يعني أبسط حقوقه هو إنه اليوم المواطن يتمتع بكهرباء مستمرة، يتمتع بماء. يعني أنا بعض المناطق أروح لها يطلبون مي. يعني إحنا اليوم 2025 مناطق ما توصلها مي، وبالصيف معدمة المي عندهم. هذا خلل وين؟ هاي إحنا في بغداد، في البصرة نلاحظ اللي نقلوه السوشيال ميديا يفتح الحنفية ينزل طين مع الماء، ينزل طين. مع العلم هم اكو يعني هسه هو الشط قريب منهم، تحلية اسوي هواي امور اقدر اسوي. اليوم احنا عندنا نهرين، زين هاي النهرين هذا المي اللي يهدر يطلع يجينا من فوق الى ان يوصل شط العرب يهدر. ما فكروا هاي السنين كلها نواظم عليها، اسوي سدود صغيره عليها، احافظ على هذا المي اللي يجيني. ليش اخليه يروح يهدر للشط؟ هذني كلهن امور ما يعني ما اعرف. 25 سنه احنا اليوم نسقط لها 20 نسقط لها 22 سنه. 22 سنه واحنا اليوم من نروح نقعد جلسه يسولفوا لنا يقولوا لنا خدمات. احنا المفروض هذه اول 3 سنوات، يعني احنا لو كل دوره، مو اول 3 سنوات، بس لو كل دوره برلمانيه او لو كل حكومه مركزت لها على ملف هم كان حلينا. تجي الحكومه الاولى تركز على الكهرباء، كان حلينا الكهرباء. الثانيه الماء حلتها، الثالثه الموارد هم كان حليناها. وهي هنا القضيه انه انت يعني انا صراحه من اقعد اقول لهم يعني عيب نسولف بالخدمات. عيب نسولف بالخدمات. المفروض احنا 22 سنة اليوم احنا نسولف على التكنولوجيا وين وصلت، خطط التنمية هسه المفروض هالامور هاي. مو اني اجي اسولف والله شنو هاي المحولة عاطلة، هذا المحولة ما بيها، هذا يعني بعدنا بالاساسيات مع الاسف. يعني شيء حزب النفس بالفعل. راح نستكمل بنقاط اخرى ومحاور اخرى، لكن بعد هذا الفاصل خليكم ويانا.
بعد الفاصل نعود لتكملة هذا الحوار مع ضيفتي العزيزة. تحدثنا بأكثر من جانب وأكثر من ملف. تطرقنا بجزء من الحديث عن الملف الأمني فيما يختص بالحشد الشعبي. أريد أتحدث عن بقية الصنوف الأمنية وكيفية تعزيز قدرات الجيش العراقي البطل، هذا الجيش الذي ضحى وكان ظهيرا ورديفا، أقدم جيش بالمنطقة. نعم، كان ومعاونا لبقية التشكيلات الأمنية في العراق لتحرير هذه الأرض الباسلة. اليوم جيشنا العراقي بحاجة ماسة إلى دفاعات جوية، وهذا ما كشفته الأحداث الأخيرة بالمنطقة. شاهدنا أنه سماء البلدان المحيطة بنا، تحديدا السعودية، الأردن، سوريا، بالله نقول حكومتها ما مستقرة، سماء مباحة للطائرات الصهيونية. وحتى ارتكبت الطائرات الصهيونية أيضا جرائم في العراق من خلال ضرب بعض القيادات واستهداف بعض المقرات. اليوم هاي أحداث كشفت عن وجود خلل وخاصرة رخوة كبيرة في تعزيز قدراتنا الأمنية الدفاعية، وهي نقطة جدا مهمة، وأنا برأيي هي من أولى الأولويات والاهتمامات. يجب أن نتصدى لملف الدفاعات الجوية. بالفعل احنا يعني نرجع ونقول الهيمنة الأمريكية هي السبب. نعم. اليوم سماء العراق مو ملكه، المتحكم بها أمريكا. نعم. فلذلك اليوم عندك طيارة، احنا الطيارين كانوا عندنا من أكفأ الطيران بالأخص الحربي. احنا نعم. نتكلم كانوا من أكفأ الطيارين الموجودين. اليوم يقدر طيارين يحلقون إذا مو بموافقة أمريكا. إذن السماء والأرض وكلها هي نعم. تحت سيطرتها. أو حتى الجهات المختصة بوزارة الدفاع لا تزعل، أوكي، احنا ما نعرف على وجه الخصوص، لا نقول بموافقة أمريكا، لكن 100% بالتنسيق مع القوات الدولية والقوات الأمريكية. نعم. التحالف الدولي اللي هو مسمى بالتحالف نعم. الدولي. خب هم لهم لازم ننطيهم خبر انه عندنا طياره راح تطير، خاف يقصفوها. خاف يقصفوها. بالفعل. نعم. اكو طيران دورات هي تطير واحنا ما نعرف مصدرها شنو. نعم. وما هل هي صديقه، هل هي عدوه. بالضبط. هذه مالتين مشكله كبيره. نعم. اليوم الدفاعات الجويه ما تقدر يعني تتصدى لاي جسم غريب يدخل سماء العراق. نعم. وشفناها بالحرب ال 12 يوم، الطيارات الاسرائيليه استغلت اجواءنا. نعم. وهذه يعني احنا حزت في قلوبنا بصراحه. يعني نعم. من شفنا انه سماءنا منتهك لهالدرجه هذه، انه اليوم اسرائيل تجي تسوي العراق معبر يعني في اي نعم. زمن هذا يعني هذا الشيء. فلذلك نرجع نقول انه السياده شبه نعم. يعني ما وين السياده بالموضوع. نعم. اليوم مو بس امريكا، عندك تركيا. تركيا يوميا قاصفتنا. نعم. يوميا قاصفتنا ودخلت في اراضينا بحجه انه حمايه اراضيها، جتي دخلت في اراضينا. نعم. هذه انتهاك للسياده. وفقد دخول انشاء قواعد ايضا. انشاء قواعد، نعم. وحتى عندنا شهداء نطينا في قرى مجاوره الى الجانب والله التركي. ستعصف بالحديث عن تركيا، يعني شويه قلبي محترق من هذا الجانب. مو بس هاي المغامرات العسكريه والتجاوزات العسكريه عندهم بالسنين الاخيره، خصوصا من بعد انتهاء اتفاقيه لوزان. يعني اصبحت التجاوزات بالتصريحات السياسيه علنيه، نريد الموصل ونريد كركوك وغيرها، واحنا حكومتنا ساكته. هسه اوكي تصريحات من جهات شبه رسميه واحيانا حتى من رسميه، بس لازم يكون عندنا رد واضح وقوي. اكيد طبعا. نعم. احنا ليش لا نرجع ونقول نريد لنا الدوره الجايه نريد لنا برلمان قوي وحكومه قويه. نعم. حتى نخلص من هاي الامور كلها. يعني تركيا هي مو بس هسه اليوم الملف المائي، هسه حصتنا المائيه الحقيقيه محصليها. هم شنو اللي حصه المائيه؟ يقول لك انتم عندكم نفط وانا عندي مي. يتعاملون ويانا هذه المعامله. نعم. يقولوا مثل ما تبيعون النفط على العاني ابيع عليكم مي. نعم. وان هي المشكله انه يعني هي هذه الدول المتشاطئه وين الاتفاقيات اللي بالضبط؟ لازم نفعل الاتفاقيات الامميه والقوانين الدوليه. فبالتالي تركيا اليوم متجاوزه على حقوقنا الشرعيه بالمي، حتى متجاوزه بالتدخل العسكري والقواعد الموجوده في شمال العراق، ومتجاوزه علينا بالتصريحات السياسيه وما زلنا والكارثه وما زلنا نستورد من تركيا. وما زلنا فايدين تركيا بتجارتها. نعم.
اليوم احنا اكثر المواد اللي تطب لنا هي تركيا. وهسه طريق التنميه راح يكون مشترك ما بين العراق وتركيا، يعني من الممكن ان يكون هذه المصلحه المشتركه تكون اساس لبناء علاقات حقيقيه متكافئه مشتركه، نقدر احنا هاي ورقه بيدينا نساوم بها انه ابو تركيا انا راح اكون شريكك، البضائع والهاي غير المفروض يكون راح تمر لك عن طريقي، لازم انت على اساسها تعطيني حقوقي بالماء، تنسحب هي حقوقنا عسكريا. هي نعم. هي مو منا من عنده، بالضبط. مو منا من تركيا. نعم، لكن التزم بالقانون. التزم، انت التزم وياي. نعم، لان انا راح افيدك اكثر. نعم. فاحنا صراحه يعني ما اعرف ليش احنا دائما خيرنا لغيرنا. نعم. اليوم انبوب العقبه اللي راح يريدون يمدوه، انبوب النفط اللي راح نعم. يكون النفط باسعار بخسه جدا الى الاردن، وورا الاردن ما نعرف وين يروح هذا الانبوب. بالضبط. واضافه الى الاسعار البخسه اكو حصص مجانيه ايضا، حصص مجانيه، امتيازات اخرى، ومع الانبوب راح يوفر يعني احنا ايش كم دوله عايشه علينا. نعم، ايش كم دوله عايشه علينا. واليوم احنا بالجولات الانتخابيه مالتنا نروح المناطق بائسه في بغداد. نعم. بالضبط. محتاجه لاقل الخدمات. الجميل بيك ست عاصفه انه تتحدثين بصوت ولسان جميع العراقيين وهموم جميع العراقيين. أكيد. لكن ايضا ما ننسى انتمائك الفيلي. بودي ان اخصص ايضا جانب من هاي الحلقه بالحديث عن هموم الفيليين، يعني بصفتك انت ابنه هذا المكون العزيز وادرى بالمشاكل التي كانت تعاني منها النساء الفيليات والرجال وجميع المكونات الفيلية قبل 2003 وللأسف حتى بعد 2003. شنو برأيك أولى الملفات الفيلية التي يجب أن تعالج بالبرلمان القادم؟ طبعا احنا المكون الفيلي احنا بعد سقوط النظام يعني هو مكون مو هين يعني. نعم. عدد اذا مع احترامي للمكونات الاخرى. نعم. اذا جينا كتعداد سكاني يعني. نعم. كتعداد المكون الفيلي اكبر من المكون المسيحي ومن المكون اليزيدي والشبكي وكلها يعني هي. نعم. تعدادا هي اكبر. نعم. نشوف اول ظلم انظلمها هي الكوتا. عندنا مقعد واحد فقط ومو ببغداد. نعم. في واسط، مع العلم في بغداد تمركز الأكراد الفيلية بعدد لا يستهان به. نعم. يعني يمكن وصلوا 1.5 مليون هيك يعني هيك بعد التعداد الأخير ما أعرف إيش قد وصلوا به، بس المهم عبروا 1,000,000. اليوم إحنا عندنا مقعد واحد بينما نشوف المكون المسيحي عنده 5 مقاعد. نعم. وتعداد آخر تعداد للمسيحيين 750,000. نعم. يعني ياخذ 5 مقاعد واحنا اليوم مقعد واحد. نعم. ومو ببغداد. عندك انت اليوم محافظات عندنا احنا بديالة عندنا المكون الفيلي خير منهم. نعم. ما شاء الله. في كوت، في واسط، في نعم. بغداد. يعني اذا هذول كلهم نجمعهم في خارج العراق اذا صوتوا كم عائلة فيلية موجودة. هاي بزمن التسفيرات هسه في الجمهورية. ليش نروح بعيد؟ نعم. هي الجمهورية هسه شوف المكون الفيلي يعني اعداد لا تحسب. نعم. فهذه اول ظلم تواجه الى المكون الفيلي هي احتساب مقعد الكوتا. كان يعني ظلم كلش كبير. وللأسف القائمين يعني أنا هم أعتب على اللي تصدوا للقضية الفيلية ببداية السقوط يعني. نعم. من صار الدستور، صياغة الدستور. نعم. وثبتوا ب 2005 وثبتوا كل من ثبت حقوق المكونات. حقوق. نعم. المكونات اللي كانوا مشاركين هم يقع عليهم يعني نقول الحق الأكبر يعني. نعم. لأن هم بذاك الوقت هم كانوا في موقع قرار ما ثبتوا حقوقنا. نعم. اللي صار إنه المكون الفيلي الشظة دخل. نعم. بأحزاب متشعبة. اللي دخل بأحزاب إسلامية واللي دخل في أحزاب كردستانية. نعم. فضاع الأصوات ضاعت. بينما لو إحنا هسه المكون المسيحي ليش محافظ على هاي مالته؟ ما دخل في احزاب اخرى، محافظ على خصوصيته، خلى خصوصيته. هو مكون مسيحي عنده 5 مقاعد، هاي هي 5 مقاعد. بينما احنا لا، تشظينا، صرنا دخلنا باحزاب اخرى، فلذلك ضاع الحق. نعم. بالانتخابات يقول لك لا انت هاي عندك استحقاق مقعد واحد. هذا قلت لك هي هذا أول ظلم وقع عليه. ثاني شيء عندنا الجنسية. لحد الآن جنسيتك أنت في المكون الفيلي في وزارة الداخلية حاطيها في خانة يسموها
تبعية؟ لا مو التبعية، ما يحضر لي، الجايين من الخارج يعني، انتم نعم المو عراقيين يعني، نعم غير عراقي. زين ليش انا ابن هذا البلد؟ نعم، يعتبروا وافد. يعتبروا وافد. نعم المشكله اللي صايره انه اكو اللي انولدوا هسه مثل بالجمهوريه انولدوا هواي، يعني الجيل الثاني، نعم الجيل الثاني من ابهاتهم امهاتهم توفوا، يجي للعراق ما عنده، لان صدام اسقط الجنسيه، نعم فيجي يدور على جنسيه له، ما له، يقول له لك ما عندك جذور انت. نعم زين يعني هذا ضال. يعني انا اكثر من حاله واجهتها، انه باقين يطالبوا هنا بالعراق، نعم يطالبوا بقسيمه الزواج مال امه وابوه، يقول انا منين اجيبهم اذا امي وابوي سفروا بوقتها. نعم زين هو من تسفر ايش اخذ وياه؟ كل شيء ما اخذ وياه. فعلا. يا دوب طلعوهم يعني في زمن صدام لعنه الله عليه، طلعوهم بهدومهم، نعم ما لحق كل شيء ياخذ وياه. قال انا ما عندي اي اثباتات، واني امي وابوي توفوا. نعم زين انا شلون يعني اظل لا هناك عندي جنسيه ولا هنا عندي جنسيه؟ هاي يعني هاي الامور العالقه، يعني يجب، يعني صار هواي يعني 22 سنه. شلون ممكن حلها استاذ؟ خب حلها يعني هي اذا مثل كان لنا يعني ضغط على الجهات اللي مختصه بهاي نعم، الامور، صوت نيابي صوت حقيقي نيابي وقوي. حقيقي، ضغط نعم يكون على مثل وزارة الداخلية. بينما إذا احنا عايفين الأمور، يعني اللي نعم متصدين لهاي اللي متصدي باسم الكرد الفيلية ما نعم داير بال، نعم ما رايح أبو وزارة الداخلية، ما مجبور يجي يدور لك، نعم. ما مجبور. طيب اليوم المرشحين الفعليين مثلا ست عاصفة مرشحة عن حقوق فلان من المرشحين مرشح عن الإعمار والتنمية، الآخر على سبيل المثال عن دولة القانون وكذا وكذا. إذا ما حلفهم الحظ إن شاء الله ونتمنى الفوز للجميع، هل من الممكن أن تشكل جبهة فعلية موحدة رغم هاي الانتماءات والتوجهات السياسية المتعددة قصدك في البرلمان في يعني؟ البرلمان العراقي؟ خب إذا كان الكل يتكلمون بلسان المكون الفعلي. خب إذا كان العدد يعني مثل مو يعني نائب واحد أو اثنين، نعم خب ما يقدرون يسوون بالله. بينما إذا كان صعدوا فد مجموعة، ليش لا؟ خب النتيجة إنه إحنا أولاد هذا المذهب، نعم أولاد هذا المكون، ومن حقنا واجبنا إنه إحنا يكون لنا دفاعا عن أهلنا وناسنا. نعم فلازم يعني أنا برأيي ليش لا شكوا بيها؟ مهم. بالعكس هاي من يعني من الزيانات احنا مثل ما نعم، يقول. خطوة جيدة. أي. طيب اليوم أيضا الفعليين اللي رجعوا واستقروا بالعراق ما زالوا حتى الآن يعانون من عدم إرجاع أموالهم وعقاراتهم. يعني أوكي حصلوا تعويضات، لكن أكو مشاكل كثيرة فيما يختص بموضوع العقارات وعائديتها. تدرين هاي انباعت أكثر من مرة، واللي انباعت بالفعل. لهم توفوا وراح صارت ميراث هذا العقار وغيرها نعم. من هاي الأمور. هاي كلها طبعا هي كانت عند نزاعات الملكية. نعم نزاعات الملكية يعني صراحة أكو بعض العقارات أبخس ثمنها، يعني في نعم مناطق أكو بيهم، يعني أنت تعرف الكراد الفيلية كانوا دائما يعني أكثرهم أغلبهم من طبقة التجار، كانوا نعم يعني كانوا ساكنين في مناطق راقية، مناطق فتشوف حتى التعويض كان مخجل يعني مهم. صراحة قياسا بالعقار اللي نعم كان موجود. ومثل ما قلت أكو عقارات عليها أكثر من يعني انباعت وانشرت وانباعت وانشرت، بالضبط. فصارت عليها مشاكل كلش كبيرة. هذه تبقى يعني هذه أمور يعني احنا اللي نقدر عليه انه هي امور رقابيه، نكون شلون نظل نتابع هذه نعم القضيه في يعني مثل اذا اجونا، يعني احنا خب انا ما اقدر اني اروح على نزاعات الملكيه، لا اذا اجتنا شكوى من احد مثل الكراد الفيليه اللي راجعين وما صارت لهم هاي، احنا راح تكون مكاتبنا هي مفتوحه لهم، وراح يمكن بنفسنا نروح لهذه الجهه الفلانيه حتى نشوف الامر شنو. نعم. أيضا من ضمن الملفات التي تحمل الكثير من الأسى والألم والحسرات والدموع والغصة في قلوب الأمهات، ولو يعني للأسف الأكثر توفاه الله حاليا، لكن من بقي منهم هو ملف المغيبين. أكثر من مقبرة جماعية للكرد الفيليين تم الكشف عنها، لكن للأسف القليل من الرفات هي التي تم التعرف عليها وتسليمها إلى ذويها. البقية يحتاج إلى فحص DNA. هسه مرة يقولون هاي الإمكانية صعب كانت تتوفر بالعراق، توفرت لكن بمراكز فحص قليلة. بعدين الحكومة
قالت عليها تبعات مالية وإحنا في زمن تقشف وما نقدر هسه نصرف ونفحص DNA، وفي أحيان أخرى قالوا لازم ندزها للخارج. عموما الكثير من الحجج اللي بالنهاية يقولون التكلفة باهظة على الحكومة، ما تتحملها ميزانية الحكومة، وما زالت الأمهات تنتظر، والمقابر الجماعية مفتوحة، ورفات الفيليين مثبتة أنه هاي المقبرة للفيليين، لكن لا تعرف لمن الجثامين الطاهرة. كيف سيحل هذا الملف؟ يعني هو احنا يعني هاي القضية صراحة يعني أكثر من مرة تكلمنا بيها. وقت احنا رحنا مرة زيارة إلى نقرة السلمان. نعم. اللي نقرة السلمان اللي بوقتها ما يقارب 6000 كردي فيلي دخل بيها. نعم. اللي طلعوا من عندها سالمين 400. من 6400. 400. حتى من رحنا هاي الزيارة كانوا من ضمن اللي ناجين من من نقرة السلمان، كانوا ويانا. نعم. جوي ويانا حتى فمن وصلنا طبعا هي نقرة السلمان يعني مكان مرعب يعني جدا صراحة يعني. نعم. يعني أنا أقول الله يعينهم في ذاك الزمن شلون كانوا شلون عاشوا بها. من دخلنا إلى هو سجن كأنما قلعة باستيل اللي كانت بفرنسا، نفس القضية يعني نص صحراء. نعم. وسجن وقلعة، يعني حتى الناجي إذا يريد يهرب يموت بالصحراء، ما يقدر يوصل. وبالفعل احنا نعم. من سألنا أحد القصص أنه أكو واحد فقط هرب، لكن الوحوش أكلته يعني بالصحراء. نعم. ما نجا منها يعني. فمن رحنا لهاي النقرة اللي كانوا ويانا راحوا على غرفهم. نعم. والذكريات اللي كاتبيها، يعني شفنا ذكريات الشباب اللي كانوا موجودة بيها. من ضمن اللي رافقونا بدو، هي منطقة يعني صحراوية. نعم. فاجوا ويانا بدو يعني شباب هم يعني نعم. كبار شوي بالعمر. هذه قالوا احنا كنا صغار نجي ويا ابهاتنا نبيع بيبسي بباب السجن. نعم. من تصير زيارة الامهات والهذه، فنجي باب السجن نبيع لهم بيبسي. فواحد من عندهم قال اني اذا تريدون هنا داير ما يدور السجن، كنا نشوف بالليل يجيبون من السجناء يعني ميتين يدفنوهم. نعم. يعني حتى قال هاي داير ما يدور سجن نقرة السلمان أكثر من مقبرة موجودة. احنا شو نقول الفترة اللي تسفر بيها صار قضية التسفير للكرد الفيلية. كانت بداية الثمانينات هي بالضبط. من 79 صارت قضية المستنصرية اللي كانت هي فبركة من النظام. هي بعد انتصار الجمهورية الإسلامية صدام حسين سوى هاي القضية. فهي الثمانينات هي كانت أوج التسفيرات. فإحنا شو نقول للحكومة؟ نقول إحنا هاي الفترة اللي تغيبوا بيها، فهم أكيد هم ولدنا يعني. هم ولدنا يعني، ما يحتاج إن أنت تريد من عندي إثبات. يعني أحد المرات مؤسسة الشهداء بالبداية كانت تقول إلا تجيبون جثة يلا نحسبه إنه هذا شهيد. بالضبط. زين أنا هذا تغيب في هاي الفترة. وأنتم كلش تعرفون زين إنه هاي الفترة هي كان فترة تغييب للكرد الفيلية. النساء تسفروا، الشباب عقبوهم. بقوا الشباب. إذن هي هاي الفترة، فأنت ليش تطلب من عندي يعني هذا؟ يعني هاي المعجزات اللي تطلبها من عندي وأنت تدري كلش زين هاي الحقبة هي كانت ضمن فترة الإبادة والتهجير والاستهداف. فهذه يعني إحنا قلت لك يعني إحنا نرجع ونقول أصحاب القرار الفيلي هم اللي كانوا بالبداية مسؤولين عن هاي الأمور أكثرها. نعم. ست عاصفة عباس قادر، نتمنى النجاح والتوفيق لك بالسباق الانتخابي، وإن شاء الله الصوت الفيلي يوصل. شكرا على هذا الحوار. شكرا جزيلا. وشكرا لأحبتنا المشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.